طب أنا لو الdigital صعب عليّا في الأول أوقّف والّا أكمّل عادي؟ الdigital هيبقى صعب عليك في الأول، مش هاقول لك إن هو هيبقى سهل عليك ده في الأول. الأكيد. absolute لأ، حد قال لك غير كده بيضحك عليك. أنت حاجة ما اشتغلتش عليه قبل كده، برنامج بتفتحه أول مرّة، بتشوفه، أنت بتدوّر على الicons فين، قبل ما تفهم الconcept أنت بتجرّب، بتلعب، أو أي لعبة أنت لعبتها بتبقى في الأول صعبة، بعد كده بتقعد تعدّي مستويات الوحوش المختلفة، أيامينا كانت الوحوش. أوكي. فاهمك. تمام، فطبيعي في الأول يبقى صعب. يعني أنا أول ما جيت أتعلّم برنامج من البرامج المعروفة بلندر يعني قُلت إيه اللي رماني الرمية دي؟ وخلاص قُلت لأ مش مكمّل، فعليًا مش مكمّل، رغم كنت اشتريت البرنامج، قُلت لأ مش مكمّل، ده الموضوع عقّدني جدًا. لكن هي learning curve، وعلى قد ما الlearning curve ده يكون مُتعب في الأول، على قد ما هتجني ثماره قدّام بشكل كبير جدًا. الdigital ضاف كتير جدًا لعيادتي، ضاف كتير جدًا لمرضاي، ضاف كتير جدًا للدكاترة اللي إحنا بنعلّمهم ونشوفهم وبنتفاعل معاهم، فهّمنا حتى الdentistry والimplantology بشكل مختلف عن الدراسة النظرية قبل كده. يعني الdigital بقى موضة. الdigital مش موضة برضه ولا trend لازم كله يعمله، يعني موجود كده، لكن الdigital علم مبني على basic science كويس أوي، بيضيف فعليًا. الموضة دي معناها حاجة كده لبس معين هنلبسه وهيروح، لأ، الdigital ده بناء معرفي كامل، work flow كامل، بيغيّر حياتك، بيغيّر حياة مرضاك، بيغيّر تفكيرك تمامًا، وبتبني عليه وهو مبني على اللي قبليه، يعني هي طوبة على طوبة، بس.